اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه الجمال ده، ما شاء الله. معانا كده اللهم بارك عزومة مأكولات بحرية. النهاردة عزومة سمك. عاملين سمك مقلي بطريقة تحفة جدا، نزلت لكم التتبيلة بتاعته وطريقة تنظيفه. معانا شوربة سي فود، شوربة جمبري خطيرة اللهم بارك. معانا سمك مشوي، معانا رز بالجمبري. عامله بطريقة حلوة جدا بصراحة. من أحب العزومات على قلبي هي عزومات السمك، بحبها جدا. بناكل فيها حلو بضمير. جبنا الخضار، جبنا المخلل، جبنا كل حاجة. كانت عزومة اللهم بارك كما يجب أن يكون زي ما بيقولوا. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي وطبخنا ايه وطهينا ازاي. نسمي الله ونصلي على الحبيب ونبدأ مع بعض. جبنا حلتنا على النار وظبطنا الكاميرا بتاعتنا ونستعد بسم الله. اول حاجة عملتها، جبت الحلة كده زي ما انتم شايفين، حطيت فيها مستكة وحبهان وبصلة متقطعة، وكأني هشوح فرخة بالظبط. ونزلت عليها بالجمبري. طبعا الجمبري ده في اللايف كان مغسول، متشال منه الحبل الرملي. دي شوربة جمبري، فهفضل محتفظة بالدماغ بتاعتها وبالعظم بتاعها. قلت لكم في اللايف عايزين الجمبري متقشر بشوربة، سيبوا برضو العظم والقشر بتاعه، اعملوا له شوربة لوحده. وبعد كده شوحي الجمبري وانزلي عليه بالشوربة اللي انت عملتها من العظم ومن الدماغ. لان العظم والدماغ، الدماغ بالذات فيها كل السمونية وكل الغذاء بتاع الشوربة، يعني كل البهاريز زي ما بيقولوا. نزلنا عليها بقى بكمون وفلفل اصفر، كركم اصفر. ونزلنا عليها بمعلقه من الكزبره، واللهم بارك نزلنا عليها بمعلقه ملح ونص معلقه صغيره خالص من الفلفل الاسود. وقلبنا كل الكلام ده مع بعضه لحد ما يغير لونه. وهنزل بالبصل، بصله كبيره وطماطمايه، حبيتين من الطماطم وحبيتين من الفلفل البارد، ولو حابه حامي تزيد براحتك خالص. تمام تمام. وبعد كده هنقلب كل الكلام ده مع بعضه وهنسيبه ياخد من بعضه كده شويه لحد ما يتغير لونه. وهننزل عليها بالميه، ويا ريت تكون الميه سخنه. تمام تمام. انا هنا تقريبا كنت برغي مع حد وانتظرت قليلا يعني قليلا. شايفين ما شاء الله. معلش انا نزلت بالميه من غير ما انتوا تشوفوا، بس هي كانت الميه بس هي اللي اضافه. وبعدين الشوربه بتاعتي تحفه. انا قعدت ادوق فيها 3 4 مرات وادوق ما اخد 3 4 مرات، وندوق العيله واللمه، والشوربه بتقلب كده والكاميرا شغاله والدنيا تمام معايا. الحاجه بقى استوت. طبعا ما بياخدش 10 دقايق، علشان كده انا بحب انزل عليه بالميه سخنه علشان تقلب على طول وتاخدي شوربه تخينه، ما تبقاش كانها ميه من الحنفيه. انزلي عليها بميه سخنه هتقلب، ما فيش 5 دقايق 7 دقايق بالكتير. اطفي معاكي والف انا وعارفه اشربها، احلى شوربه جمبري ممكن تشربيها. نزلت خرطت حبايه من البصله صغيره كده مش كبيره، واخدت اللون اللي انا عاوزاه. نزلت عليها بمعلقه توم مفروم، هديها تشويحه كده علشان التوم طبعا بتحمر بسرعه. ما تنزلش عليه من الاول، ما تنزليش من الاول على البصله بيه، في الاخر كده وعشان كمان نحتفظ بريحته. وبعد كده هندي تشويحه للجمبري، وننزل عليه بالبهارات. وبعد كده هنكون في الاثناء دي بنغسل الرز. تمام تمام. صلوا بنا على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنزل عليها بالكمون والكزبره والفلفل الاسود واديها تقليبه وتشويحه. وهنزل عليها بالملح، اوعوا تنسوه زي حالاتي. لونها كده ما شاء الله اللهم بارك. على بس ما غسلت الرز اخدنا اللون الغامق اللي احنا عايزينه ده علشان نظبط لون الرز. نزلت عليها بمعلقه من الصلصه، قلب قلوبي. وبعدين انزل عليها بميه سخنه غلت معايا. اخدت يعني غلت معايا حوالي 3 4 دقايق كده، لان الميه سخنه زي ما بقول لكم. والشتا جاي دايما شغل الكل يبقى بميه سخنه. شغلي الكاتل، شغلي حله كده جنبك بميه سخنه تستخدمي بها اكلك، هتلاقيه يجي معاكي بسرعه. ظبطنا الحدق بتاعنا. ما تنسيش الملح 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 الملح. ظبطي ملحك، قلبي قلوبي غطي. هتاكلي احلى رز صياديه ممكن تعمليه. كده تمام. كده الجمبري بتاعنا خلص. كده الرز بتاعنا اتشرب. اديله تقليبه، سيبيه لحد ما يستوي تماما. دلوقتي هنعمل الخطوه اللي بعد كده. شايفه لو عندك عزومه عباره عن 10 20 فرد ايا كان العدد، ظبطي افكارك ثم ادواتك ثم وصفاتك. خلاص اي طبخه انت ممكن تخشي فيها وانت قلبك جامد. رتبي دنيتك، رتبي كل حاجه في دماغك، بعد كده رتبيها يدوي.
هتلاقي الدنيا معاكي تمام. تبلتها معاكم زي ما قلت لكم. السمك ده كان تحفه تحفه اقسم بالله. بصراحه عجبهم جدا جدا جدا، وعجب كمان اسامه، وعجب مها اخت ربنا يبارك لي فيها. بصراحه كان حلو. الدقيق ده حط عليه معلقتين من النشا كبار، حط عليه كركم، ببهارات كده، بحبه كمون صغيرين، بحبه كزبره صغيرين، ومعايا الزيت بتاعي زي ما انتم شايفين على النار هناك. قلب ابهره كده زي ما انتم شايفين، وانزل عليه والنار عاليه، وبعد كده هدي النار حاجات بسيطه، وعشان هو مكسور كده زي ما بقول مكسور، مكسور السمك بيتكسر. قطعاه كده زي البانيه. طبعا ما بيغيبش معايا في التسويه خالص. شايفين اللون؟ شايفين جمال اللون؟ شايفين الكركم عدي معانا لون ما حصلش ازاي؟ الله على الجمال. افرشي بقى فرشيتك كده، منديلك في طبقك ينزل عليكي كده عشان الزيت يتشرب، وبعد كده افرشي الفرشه بتاعتك. حبه كزبره زي ما انا هعمل كده، وحط عليها السمك، وظبطي سفرتك وخلي سفرتك العين بتاكل قبل الفم. فيا ريت لما تبداي شايفين النسوه دي حجم انا حطيت كده من غير دي، بس شلتها تاني وبهرتها. كمان معايا كده سمك مشوي وسط، مش كبير يعني، مع صوت وسط كده. سخنت ميه، حطيت فيها توم وليمون وكمون وكزبره خضره وكزبره ناشفه، وحطيت الملح بتاعي وظبطته، وسخنت الميه، لان انا هنا كان السمك بتاعي برد، انا كنت جايباه اصلا مشوي. انما لما بشويه قدام الفرن بطلع من الفرن على طول، واحط في الميه والملح بتاعتي اللي هي التمليحه بتاعت السمك زي ما احنا بنقول. نقلب قلوبي كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هطلعه على مصفى لحد ما الميه بتاعته تصفى. وهنا بقى كنت عامله الجمبري من بدري شويه، فكنت بسخنه علشان هنبدا بسم الله ونبدا نغرف مع بعض. اهو نشيل كده، نصفي من الميه لحد ما نكمل الغرف، وبعد كده نشيله علشان ما بحيث ان هو طبعا بيشرب ميه، ما يصفاش ميه معاكي في الطبق اللي انت تحطيه في طبق التقديم يعني. تمام تمام. وده كان معايا السفرة بتاعتي، غرفت الرز بشكله حلو. يا ريت لو وصلنا، انا تعبت في الفيديو وتعبت في الطبيخ. يا ريت لو حد استفاد مني حتى لو فكرة بسيطة خالص، ما ينسانيش بدعوة حلوة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتي. يا رب ما ننساش لايك وشير الفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة لو بتشوفيني على اليوتيوب، وعلى الفيسبوك تديني لايك ومتابعة، وتسيبي لي كومنت حلو، وتقولي بتشوفيني من اي بلد. بحبكم في الله. عملنا سلطة حلوة جدا، عملنا مخللات، طلعنا الجمبري كده زي ما انتم شايفين، قدمنا السفرة بطريقة حلوة. اشوفكم على خير، بحبكم في الله. كان معاكم احلام السعداني، والسلام عليكم.